من جديد اهلا بكم، والحديث الان مع اثنين كما ذكرت لكم قبل قليل قبل الفاصل، مع اثنين من التيار الليبرالي. قبل ان نرحب بهما يجب ان اشكر اولا الزيادي على تركيب الصور على الاغنيه اللي قبل شوي شفتوها. هذه زيادي خذ الاغنيه موجوده وركب عليها صور ولقطات وقدمها هديه لنا هني في قناه اليوم. شكرا لك زيادي، وان شاء الله راح تكون معاكم في كل فاصل في هذه الحلقه. الان نرحب بضيفي الكريمين محمد جوهر حياة من المنبر الديمقراطي وهو كاتب واعلامي، والاخ راكان نصف من التحالف الوطني الديمقراطي من المكتب التنفيذي. حياكم الله. ابدا من عندك راكان، حلقتنا الليله عن المقاطعه. لماذا يقاطع راكان نصف؟ لماذا قاطع؟ في البداية المقاطعة جاءت بسبب مرسوم الثورة، لكن لماذا أقاطع؟ لسبب بسيط، أني أرفض سياسة الأمر الواقع أو فرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الكويتي بشكل عام وعلى القوى السياسية. فهو معقول لك لما تشكل عندنا غالبية يتم الاتفاق عليها بمرسوم ثورة. فالأساس العمل السياسي هو عمل جماعي. ما يصح انك انت تنقلب عليه كل ما تشكلت غالبيه عندنا في المجلس. انت تخاف يعني تخشى من تكرار هذا الامر كل ما تشكلت غالبيه من المعارضه، انه والله ينقلبون عليها ويحطون مرسوم ضروره اخر، مثلا صوتين او ما صوتين ويغيرون او ثلاث طبعا صوت. طبعا ما في عمل سياسي او عمل برلماني دون وجود غالبيه. وما في عمل سياسي او برلماني الغالبيه ما تشكل السلطه التنفيذيه بالدوله وهي الحكومه. أنت يعني تتحدث الآن عن تغيير النظام القائم حالياً بتشكيل حكومة منتخبة. طبعاً هذا مطلب استراتيجي، ما هو مطلب آني ولا هو ردة فعل على مرسوم الضرورة، هو مطلب استراتيجي لجميع القوى السياسية وخصوصاً في التيار الوطني. جميل جميل. أروح لك محمد جوهر حياة، حاط ما شاء الله، عطنا مخرجنا، عطنا الصور هذه، عطنا لقطة للأوراق اللي حاطها له. حاطم راكان يقول حاطم مسابقه يقول مثل الكلمات متقاطعه. محمد جوهر حياة، لماذا يقاطع؟ طبعا انا اول شيء اشكركم على يعني هذه الاستضافه، وما هي غريبه عليكم، يعني لتبادل الاراء سواء اتفقنا واختلفنا حولها. قبل اي المقاطعه انت اشرت للاخ الزيادي، انا والله هو شخصيا الشخص هذا ما اعرفه، بس الامانه من متابعينا بتويتر وشفت انه بالفعل انسان عنده قدره اعلاميه جميله في اقامه. هذا وزير الاعلام الشعبي. إيه يعني الامانه انا والله ما اعرفه شخصيا الامانه، او ما ادري منه خلف الحساب للامانه، بس انا اعرف انه الزيادي ومن متابعينا ورجل نشط. يعني نتمنى ان الدوله تهتم بالكفاءات في الجوانب الاعلاميه ايضا من جوانب الاخ الزيادي، ومشكور يعني دائما على تواصله مع الكل بالكويت باقامه الفيديوهات وطرح وجهات نظر مختلفه. لماذا يقاطع محمد حياة؟ اول شيء انا مواطن ولي راي في نهايه الامر. احترم المراسم الضروره، نحترم السلطات، نحترم الادوات القانونيه، ولكن في نهايه الامر انا كمواطن لي حق الاعتراض على اي مرسوم ضروره كان، او لي حق ايضا على ابداء رايي في اي قضيه كانت. يعني انا ارى من رايي، ومو بس محمد حياة يرى، هناك العديد من الخبراء الدستوريين، يعني مرسوم الضروره هو يرتبط بحدث. يعني ضروره، لما اشرح ماده الضروره، هو دائما الاختلاف على موضوع الضروره من دستوريه الضروره نفسها. الضروره تحتاج الى حدث، يعني ان لم تقم الضروره سوف تصبح هناك مثلا تدابير، او تصبح مشكله، او تصبح مثلا كارثه ان لم تقم هناك ضروره. الضروره مش سيل بهالمراسيم وحط المراسيم في اي قضايا، يعني شفنا حتى المراسيم طالت موضوع الرياضه وموضوع الشركات الخاصه واخرى وتناقضات عديده يعني، ومن حق الكل يعني انه يعترض عليها. فانا ارى ان لم يكن هناك حدث، هذا واحد، حتى ان يصبح هناك ضروره كبرى. وايضا النظام 5 بوعد هو ليس نظام معالج كافي للقبليه، للطائفيه، للاصطلاف القبلي، للمعاملات. اعتقد بانك كرسها زياده؟ من لم يكرسها ولم يعالجها، يعني لا يعالجها بشكل كبير. يعني المعالجه، انا ما عندي مرض واحد وهو القبليه ولا الطائفيه، انا عندي مرض شراء الاصوات، عندي عوده وضع تاثيرات لاختيار الناخبين على اسس غير سياسيه. يعني اليوم اي واحد عنده عائله عنده 400 500 صوت ينزل ينجح، خلاص عائلته يعطونه وينجح. يعني احنا كرسنا الفئويه، اذا لم يكن القبليه تصبح العائليه، يعني امر اخر، فهي ليس حل نهائي. اثنين، في نهايه الامر ان كان هناك في ضروره لحدث قام ان احنا عندنا بنحل هذه المشاكل من قبليه وطائفيه وفئويه الى اخره، اذا ليش انتظرنا رحنا المحكمه الدستوريه، الحكومه حولت المرسوم ونطرتنا فترات من الايام؟ اذا كان هذا موضوع ضروره، الامير يعني بعد ما حل المجلس مثلا يستخدم صلاحياته ويضع مرسوم ضروره 5 بواحد اذا كان هو المعالج. لماذا الحكومه تنتظر وتذهب للمحكمه الدستوريه 4 ب5؟
ليش ننطرنا ايام اذا الموضوع شلون ضروره؟ تقراها هذه الجزئيه؟ تقراها بان مط يعني للقضيه؟ هو العمليه واضحه، يعني احنا ليش بعد لف وندور؟ العمليه واضحه. اغلبيه اقوى تستطيع اقرار ما لم يستطع احد اقرارها، تملك زمام الامور التشريعي. اختلفنا انا واحد من الناس عندي انتقادات على الاغلبيه وعندي مثلا على ممارساتهم، هذا حقي في نهايه الامر، وليس منتمي للاغلبيه، ولكن في نهايه الموضوع هذا امر واضح اصبح. كل من لديه قوه تفوق قوتهم وفق القانون والدستور ما يبونه. انتهى الموضوع. يبون يكون الحكومه تكون هي المسيطره لا على يبون نفس ما قال العم جاسم السعدون، قال كلمه جميله عجبتني انا تو في ندوه اقامها تجمع مقاطعون ندوه الداير، قال كلمه جميله، قال يريدون مجلس يساند حكومه ثابته عاجزه. حكومه تبونها تثبت حكومه ثابته وعاجزه، يعني في نهايه الامر هذا واقع. يعني بالمناسبه تحدثت عن ندوه الداير، انت كنت عارف الندوه نعم قبل قليل محمد. نعم. حدثنا عن ابرز ما جاء فيها والنفس العام الموجود في الندوه. والله انا يعني واحد من الناس من اللي حظى بانتقادات المتحدثين، لابد ان يكون هناك انتقاد، وين راحوا؟ لا يعني انا اللي تعودت علينا ديوان الداير من احد الدواوين الوطنيه في الدائره الثالثه، ولا طبعا هو يعني يعتبر منبر لتبادل اراء جميع من المرشحين. هو كل سنه يجري الاخ محمد الداير هو صاحب الديوانيه ومجموعته لقاء يجمل جميع المرشحين، كل الايديولوجيات السياسيه تاتي كل عام في الانتخابات تضع برنامجها الانتخابي، ويصبح هناك حوار من جميع ابناء الدائره الثالثه، وكل الاعلام غطاه. فهي ما هي غريبه عليه، هو العاده كان يعمل مرشحين، بس هالمره هو مقاطع الشخص، ويعني عودنا على المواقف الوطنيه الاخ محمد الداير واسرته الكريمه. لا التحيه. بس عوض المرشحين باربع فطاحله في العمل السياسي، يعني عبد الله النيباري، جاسم السعدون، وكذلك وليد الجري، يعني المختفي، يعني اللي يطلع بس في الاوقات اللي الكل يحتاجها. نعم. وكذلك مشاري العصيمي، يعني وتحدثوا وانتقدوا الاسلوب الحكومي، انتقدوا التفرد بالسلطه، انتقدوا بشكل اكبر خلق الضرورات يعني في المراسيم الضروريه الاخيره، يعني الكل مستغرب منها. فيبقون هم اساتذه ومميزين ولهم ارائهم وقابله للصواب والخطا يعني. ولكن كان الحضور، انا جدا اسعد للامانه حتى اكون صريح معك، حضور جدا رائع من كافه اطياف مجتمع كان في حضور كثيف ولا؟ لا، حضور كثيف في ديوان الداير، واكبر دليل ان شاء الله بكره راح يتغطى في الاعلام والكل يشوف الحضور. ويقولون ايضا هناك حضور كثيف ايضا في الندوه اللي المقامه، ندوه شباب مطير، يقيمون ندوه الان يمكن الى هذا الوقت شغاله، ما ادري اذا كانت شغاله ولا وقفت. ندوه شباب مطير يقولون كان فيها الحضور كثيف. نعود لك ركان نصف، انتم الان مقاطعون، كيف ترى حمله المقاطعه في مناطقكم؟ خلينا نتكلم بصريح العباره في الثانيه والثالثه، كيف ترى هذه الحمله؟ هل لها اصداء؟ هل هناك تجاوب؟ ام ان النفس العام لا والله باتجاه مشاركه؟ لا طبعا النفس العام ما هو باتجاه مشاركه. النفس العام برتقالي. النفس العام بشكل عام. حملات المقاطعه لها تاثيرها في مناطق الدائره الثانيه والثالثه، اذا نتكلم عن الدائره الثانيه والثالثه على وجه الخصوص. نعم. لكن الطرح على مستوى الكويت، احنا ليش نختزلها في الثانيه والثالثه؟ ليش نختزل المعركه في الثانيه والثالثه او حتى الاولى؟ المعركه على مستوى الكويت. هذه معركه ما نقدر نختزلها فيها الدائرتين. اليوم معركه حقيقيه لرفض سياسه الامر، فرض سياسه الامر الواقع. لكن لان احنا انا ليش سالتك تحديدا عن الدائرتين الثانيه والثالثه؟ لان الرابعه والخامسه يبدو ان يعني هناك خلاص محسومه الامور باتجاه المقاطعه. الخامسه يتحدون من امس او قبل امس كانوا يقولون ما راح توصل المشاركه الى 10%. بنحاول نوصلها ان 10% ما توصل. الرابعه امس كان معنا احد اعضاء لجنه المقاطعون قال ان شاء الله لن تتجاوز 20% واقل من ذلك، يعني ما راح نخليها توصل 20%. الثانيه والثالثه كيف تقراها ركان؟ يعني خلينا نتكلم تحديدا عن دائرتين هذه عشان نسلط الاضواء على الدوائر. تعتقد بان نسبه المشاركه فيها اقل من 40%؟ ما راح تخلك في نسب المشاركه ولا راح تخلك في توقع نسب المشاركه. مو هذا دوري. انا دوري هي اصلا الفكره من المقاطعه بالاساس وهو موقف سياسي راقي. خلينا نتكلم عن المقاطعه، لا نتكلم عن نسبه المشاركه، لا نتكلم عن الثانيه والثالثه، لا نحصر نفسنا في الثانيه والثالثه. الثانيه والثالثه هم جزء مصغر من الكويت في كل اطياف المجتمع، مكونات المجتمع. المقاطعه مورست من قبل المعارضه اليوم، وما نقدر نختزل كذلك المقاطعه في عام 71 وسنه 90 للمجلس الوطني، في 71 بعد تزوير 67. المقاطعه مورست من الجميع. المقاطعه الله يسلمك الدوله مارستها من بعد الغزو العراقي للكويت وبعد التحرير. كنا نقاطع كل فريق رياضي عراقي. انت ابتعدت الان عن انتخابات، ان فكره المقاطعه نفسها. طبعا هي فكره المقاطعه. اوكي. قلت لك لا ننحصر
في الانتخابات الدوائر لا نحصر نفسنا في الدوائر الانتخابيه. احنا مو هذا دورنا، مو دورنا ولا هو سباق بين الدوائر من اكثر دائره ستشارك من اكثر دائره ستقاطع. طبعا مع فارق التشبيه بين الحكومه الكويتيه والنظام العراقي البائد، لكن ابين لك ان احنا مارسنا المقاطعه على كل الاصعده. عندك المقاطعه ممارست حتى في البرلمان في مجلس 2009، لكن طبعا فرقنا اليوم عنهم ان احنا اعلنا مقاطعتنا، هم ما اعلنوا مقاطعتهم للجلسات لاسقاط حصانه الدكتور فيصل مسلم. اي وصلوا الى تقريبا 45 يوم، اذا ما يواهم يعني 45 يوم. مع العلم انهم كانوا ياخذون رواتب. مع العلم ايضا ان صاحب السمو رئيس السلطه التنفيذيه ليس يعني في الدستور قنن الدستور ان له حق 30 يوم تعطيل المجلس، وهم استخدموا يعني بطريقه ملتويه وصلوا الى 45 يوم. جميل. فلذلك ابو سلمان لا نحكر نفسنا في الدوائر، اكررها عليك، ولا نحكر نفسنا ان كم نسبه المقاطعه في الدائره الثانيه والثالثه في حراك في معركه حقيقيه. انا واجبي الي يوم السبت ان الشخص المشارك هو شخص مستهدف من قبلي لاقناعه بعدم المشاركه. بسألك بعد قليل عن ردات الفعل وعن طريقة تفاعلهم معاكم في الدواوين وما إلى ذلك. أيضا نفس السؤال لك، هالمرة عاد أنقله من الثانية الثالثة إلى خلينا نتكلم تعودنا في هذا البرنامج نتكلم نضع يعني نسمي الأشياء بأسمائها. محمد، أنت كونك مواطن شيعي، هناك من يقول بأن الشيعة باتجاه التصويت، والدليل على ذلك أسماء المرشحين يعني قادة الحراك السياسي الشيعي رايحين للمشاركة، وهناك من يقول لا، الشيعة في جزء كبير منهم مقاطعين لكن صوتهم ما يظهر، ما لهم صوت عالي. حدثنا عن هذا الأمر، وماذا عن نسبة المشاركة في الدائرة الأولى بحكم يعني احتكاك في هذا الأمر، وحدثنا أيضا عن موضوع الوكيل المساعد، ايش قال لك؟ لأن كلمة جميلة قالها لك نبي نعرفها. طبعا أنا ما ودي أن احنا مثلا ندخل في موضوع الشيعة وهذا، لأن أنا هذه المسميات شوي تقززني محمد، طبيعتي كذي يعني والله العظيم. احنا مكرهين اخاك لا بطل السنين. انا حتى ايك بطرف يعني بطريقه اخرى. حتى الان البعض المريض يعني اللي صار له فتره مزدوجين وابناء القبائل، وهؤلاء المزدوجين ويشاركون بالانتخابات ولا يحق لهم، وهذول مزدوجين الولاء، يعني دخلوا حتى الولاءات. زين، عندك مشكله في موضوع المزدوجين حلها في الجانب القانوني وقدم ادلتك. انا هذا رايي، قد تطبق القانون على المزدوج او غير المزدوج لأي جنسية كانت مرتبطة، هذا برأيي. ولكن أنا أتكلم عن اللي طنطنوا لسنوات، المزدوجين وما يصير هذول يدخلون وما له حق إنه يصوت ويدخل في الكويت سياسة الكويت، هذا كويتي بس أنا مخالف القانون ما له حق. زين، اللي كتبوا قصائد، اللي دخلوا في موضوع الحراك السياسي الكويتي، شيوخ القبائل اليوم من برا الكويت، هذا مو تدخل في السياسة الكويتية؟ ولا احنا بس على الجانب اللي احنا ما نرغبه، يعني اللي يبي اللي يرفض التدخل الخارجي او يرى بان المزدوجين هم خارجين على الكويت وليسوا بكويتيين ومخالفين للقانون وانهم بدو، اللي يراهم بهالنظره هذه المريضه، ليش ما انتقدت الشيوخ اللي من برا الكويت ولا داخل الكويت وصار لهم راي سياسي وحث الناس على المشاركه وهم غير كويتيين؟ يعني ليس هذا تدخل خارجي؟ ولا الموضوع بس المشتهانا نقول مزدوجين وغير مزدوجين وغير كويتيين وبالطرف الاخر نسكت كأن الموضوع ما يحق لنا؟ انا اتمنى الواحد يكون عادل في قضيته ويطرحها بشكل سليم دون احراج ودون زعل من الاخرين. الدائره الاولى هو يعني ما نبي ندخل في موضوع مكونات القبائل، اغلبها مقاطعه، الشيعة اغلبهم مثلا مؤيدين او مصوتين، بس في نهايه الامر الناس تذهب الى رموز العمل اللي نصبوا نفسهم مثلا ان هم رموز العمل السياسي، ما نقدر نقول هذا رمز لقبيله او طائفه او الى اخره، ولكن هؤلاء هم نشطين في الساحه، لهم مؤيدينهم، لهم عاملينهم في الدائره الاولى، ولهم قواعدهم ستصوت مثلا في الانتخابات. ولكن في فئه كبيره اللي غير مصنف، مو شرط انه يكون من ضمن التيار الوطني او تيار مدني او الى اخره، يعني الغير مصنف في بعض يعني في رده فعل راديكاليه حتى لو كانت بسيطه، ولكن هذه جميله، هذه قبل ما تشوفها يعني ما تصل الى هذه المرحله. يعني في فئات مثلا في من عوائل مرشحين نازلين يعني، بس في نهايه الامر هو الامر خلينا ناخذه على محور كويتي. يعني في نهايه الامر انا ترى افرح لما اشوف الدائره الرابعه يوصل التصويت فيها 20% والخامسه، على فكره انا احيي الدائره الخامسه لان هي 10 على 10 بصراحه، انا اشوف الخامسه كذي يعني، هذا برايي. يعني المواطنين الكويتيين اللي في الدائره الخامسه
انا اشوف ان هم راح يعني اذا قلنا بركان ما نبي ندخل في موضوع السباق يعني بس اشوف ان الخامسه هي ستنجح، يعني انا رايي ستنجح في في كسر اقلال نسبه راح ستكون اولى يعني في هذا الجانب بشكل كبير، واكبر دليلنا 10 على 10 اللي ما رشح. امس انه خالد الفضاله يقول لي بتحداك في الدوائر الداخليه الثانيه والثالثه، وبتحداك قلت له انا اتحداك في الفاصل، قلنا الكلام هذا، قلنا الوعد على لا هو ممكن، بس في نهايه الامر انا اللي باختصار سواء شارك هذا المكون بشكل كبير او هذا المكون، هم بالنهايه كلهم كويتيين، احنا ما نقيمهم على اساس من سيشارك من لم يشارك، والحكومه هي لابد انك تشوف مقاطع مشارك في كل اسره، ترى خلاف، يعني انا في اسرتي في بيت واحد من اخواني مشارك يعني ونختلف وفي حجه وفي ما، فمعناته ان اللون البرتقالي خلينا نقول والازرق وصلوا كل البيوت، ولكن سيبان في الانتخابات من يعني يستطيع ان يكسب في طرحه السلمي العقلاني. يعني احنا الناس وايد قاعد تسوي لك ان المقاطعه انت جاي تازم وياي بلد وصهينوك ومن وراء الحساب كرامه وطن وانتم مدعومين من دول خارجيه والاخوان وانتم الناس المساكين الاخوان تسيركم، يعني هذه الاتهامات المعلبه. متى انضميت للاخوان؟ والله انا والله ودي انضم بس ما يبوني لاني معاديهم من ايام الجامعه. طيب عط موضوع الوكيل المساعد. لا انا والله في احدى العزوات، الله يعني يحفظكم ويبعد الشر عن كل اخواننا الكويتيين والغير الكويتيين والمقيمين على هذه البلاد، يعني بصراحه انا مريت احدى العزوات في المناطق في الدائره الثانيه اتوقع المنطقه، دشيت السلام عليكم عزيت وهذا ايه قاعد يمي، يقول انت مو الاعلامي؟ قلت له نعم انا اخوك الصغير محمد هاد، يقول انا فلان الفلاني وكيل مساعد في وزاره الخدماتيه المعروفه. قلت له تفضل. يقول انا مستغرب ذاك اليوم اقرا لك مقال انك مقاطع. قلت له والله هذا رايي يعني وقابل للصواب والخطا، يعني المقاطعه هي يعني خيار سلمي ممكن اني اصيب فيه او ممكن اني اخطا، انا بالنهايه بشر لي راي يعني. يقول شلون تقاطع انت؟ قلت له لا قاطعت لان مسبباتي 1 2 3 4. يقول انت شيعي شلون تقاطع؟ يعني انا استفزتني الكلمه، بس انا وصلت لي حقيقه مره. يعني اذا هذا الاخ العزيز اللي يمكن يسمعني يمسيه بالخير، يعني اذا هو وعلى شاكله فكره يقيم المواطنين على مقاطعتهم شيعي سني حضوري وبدوي، يعني هو يشوف كذي، هذا شلون بيقود مصالحي؟ وهذا يعني ممكن مع الايام يكون وزير، يكون نائب، يعني رجال وكيل مساعد صار اكثر من 6 سنوات يعني. هذا بشر بالترقيه، اذا كان ينظر بهذا المنظور بشر يعني بالترقيه. شيء بصراحه انا ازعجني بصراحه، وما كان ودي اقول هذا الكلام من فتره يعني، بس اليوم بالندوه يعني ندعو له بالهدايه ان شاء الله. اللهم يعني ازل هذه التقسيمات بين اللي بدات تنخر فعلا، مثل ما قال راكان قبل شوي في كل المجتمع. راكان يعني ما سكتوا انتم على المقاطعه، رحتوا انتشرتوا بين الدواوين وبين التجمعات والندوات وقعدتوا تطرحون ارائكم. ردود الفعل، النفس العام، الجو العام شلون صاير؟ ايش لقيتوا؟ الناس يعني متفاعلين معاكم ولا ضدكم؟ لا والله في صراع بالنقاش وكذا. لا الناس بشكل عام تبحث عن الاستقرار، سواء من المقاطعين او من المشاركين. ما اقدر اخليها اصف الاستقرار بجزء من الفريقين او احد هالفريقين، الكل يبحث عن الاستقرار بطريقته. لكن دائما النقاش اللي يواجهنا والسؤال اللي يواجهنا ماذا بعد المقاطعه؟ جميل. انا بسالك بعد نفس سؤالهم، ماذا بعد المقاطعه يا راكان؟ ماذا بعد المقاطعه وبعد الانتخابات اللي ابتعدت عنها التيارات السياسيه وظهرت النتائج باسماء لا ترضونها انتم ولا يرضاها يعني الحراك السياسي؟ ماذا بعد الانتخابات؟ ماذا بعد المقاطعه والانتخابات؟ احنا مو بالضروره نرضى بنتائج اي انتخابات حتى لو كنا موافقين عليها. الانتخابات الماضيه كانت هزيمه للتيار الوطني ونقر فيها. وهل معناته ان احنا كنا راضين عن الاسماء؟ ما كنا راضين عن الاسماء. فلذلك يجب ان نبتعد عن الاسماء. ماذا بعد المقاطعه؟ نرجع للسؤال الرئيسي. المقاطعه هي رساله. وبعد الانتخابات هناك حقيقه وهي نسبه المشاركه. فالسؤال لا يوجه للتيارات السياسيه. التيارات السياسيه وجهت رسالتها للسلطه. ولكن هل السلطه تتعامل معاها بنفس الحكيم وبعقليه الحكيم؟ سؤال لك كونك سياسي، هل تعتقد بان الحكومه تجيد قراءه الرسائل التي تاتيها من المعارضه؟ هل تتوقع انها تجيد هذه القراءه؟ احيانا واحيانا. قبل 1.5 سنة ما كنت تقدر توقف برا البيت بالندوه وبرا الديوانيه. يوم الجمعه القادم مرخصين للمسيره.
دليل نعم، هذا دليل ان الاهواء تختلف من فتره الى فتره. اروح لك محمد، نفس السؤال، انتم كنتوا تنتشرون ندوات وتجمعات، شلون النفس العام؟ والله شوف، هل في صدام؟ يعني محمد بعرف تقولوا لي مثلا ان في دواوين لا والله شرسه جدا في النقاش وتهاجم وممكن، وفي دواوين لا والله متفهمه، وفي دواوين في النص ما بين هذا. حطونا شوف يعني بالصوره. انا في نهايه الامر ما عملت كمحمد ضمن تيم قاطع او مقاطعون، يعني ما حصلت الفرصه اني اعمل معاهم في تنظيم الحملتين الا اليوم كمشاركه رسميه اني ادير احدى الندوات مع الاساتذه، ولكن باجتهاد شخصي. يعني احنا بالنهايه بشر، ابو سلمان انت يعني اعلامي، واليوم لما تروح لك عزاء اكيد بيناقشونك 6 7 يعني. هذا واقع. ايش رايك ما رايك في المقاطع في المشارك، يعني تختلف الاراء مع بعضها البعض، ولكن انا احيي الحركه الطلابيه الكويتيه. شوف احنا كنا جزء منها، انا واخوي راكان كنا كل واحد اللي قائمه جزء من الحركه الطلابيه. الحركه الطلابيه كل القوائم تقريبا او اغلبها يعني ايدت المقاطعه، هذا رايهم، ولكن حتى لا يفرضون ارائهم على جميع الطلبه اللي منهم طلبه اختاروهم هم، يعني في منهم ممثلين شرعيين روابط وجمعيات، عملوا ندوات للمشاركين والمقاطعين. وانا من هنا احيي كل الاطراف اللي شاركوا سواء من المشاركين او المقاطعين، لان اصبح في الحرم الجامعي حوار راقي جميل، اصبح حتى لغير طلبه قاعد يحضرون. يعني اصبح يعني احنا هذا النبي، احنا ما عندنا مشكله مع المشارك هذا عنده راي كيفه وانا عندي راي، ولكن جميل ان نتحاور والمنطق والعقل يحكم في النهايه، الحكم للشارع، الحكم للمواطنين. والاعلام ايضا يعطيهم العافيه، جميع القنوات والصحف قاعد ينقلون هذه الفعاليات الطلابيه اللي فاقت تنظيم الدواوين او الجماعات، هذا برايي يعني انه يابوا كل الاطراف. الدواوين لما تدخل يعتمد على التوجه السياسي، على الايديولوجيه، ما بقول مكون اجتماعي، يدخل مؤثره نوعا ما، ولكن في نهايه الامر في كل ديوانيه صعبه، ترى ديوانيه كلها مقاطعه او كلها مشاركه، تلقى اغلب هذه الديوانيه مقاطعه واغلب هذه الديوانيه مشاركه، ولكن في اراء للامانه يعني مع الاسف اللي يزيد الصراع حده على موضوع مشارك ومقاطع مو هو الفكره السياسيه، سواء انك شاركت مقاطعت، اللي يزيد الصراع هو تحويلها من قضيه سياسيه الى قضيه اجتماعيه. مثال وطائفيه، مثلا واحد مشارك، يا معود احنا عندنا هني بيشاركون، عندهم هناك ما راح يشاركون. هذه انا الكلمه من احد يقولها في ديوانيه او مناسبه اترفع عن الحوار، لان هذا الشخص مو جاي يناقش، هذا شخص جاي عنده اعتبارات ينطلق منها اجتماعيه طائفيه فئويه، عبر عليها اسقط عليها الواقع السياسي، مش هو قاعد يتناقش معي سياسه. وايضا في البعض مثلا من المقاطعون يعني مثلا عنده هذه الرؤيه. يعني المصيبه الكبرى ان يعني انا قاعد اشوف يعني هذا بعض الناس يعني وايد في هجوم على موضوع التخوين. يعني ان قاطعت انت مخون، ان قاطعت انت تندرج تحت اطار دوله الاخوان المسلمين، ان قاطعت انت تذهب الى القبائل، يعني كأن القبائل جزء بعيد عنا، ولا مو بلد ولا مواطنين ولا شفناهم ولا قعدنا وياهم ولا درسنا. فهذا اللي قاعد يحول الصراع. اتوقع الصراع الاجتماعي لدى الافراد المريضه في الاوبئه الفئويه هم اللي قاعد يخلون الحده في النقاش. بس صدقني اذا ياتيك مشارك عنده راي، يعني انه هو يشارك ونحترم رايه وتتحاور معاه، ممكن ترى تقنعه ويقنعك. يعني مثلا قاعد اقول لان في النهايه هي فكره سياسيه. يعني اغلب حججهم محمد، اغلب حججهم شو يقولون؟ شو اللي لقيتوه؟ موضوع الانقلاب على الانقلاب على الحكم. الحكم هذا يعني انا هذه شوي بستوقف عندها شوي. هذا اتهام الافراد دون دليل، هذه مصيبه. يعني هذه مصيبه هي اللي فعلا تحقق عدم الاستقرار في المستقبل. انت لما يكون في شخص عنده رؤيه ضد مرسوم، عنده رؤيه وجهه نظر في مرسوم ضروره من قبل صاحب السمو امير البلاد، مو معناته انك انت على طول تفسر اذا هو عنده راي مخالف انه هو ينقلب على الحكم. لا، ترى الكل يبي الاستقرار، كلنا كويتيين وكلنا عايشين وكلنا نبي الرفاهيه ونبي التطور ونبي التقدم لبلدنا. اللي يدعو لك بهذه الاشاره الى هذا الطرف ان هذول رايحين انقلاب، ترى هذه هي اللي تجلب المشاكل، هي تجلب الصدام بين الاطراف. انت يعني ابسط ما فيها تطلع لك واحد رايح له مثلا ندوه لمقاطعون شيء، رايح ندوه يسمع اراء ويتبادل اراء، تقول انا انت خائن للبلد، شلون تبي يتعامل وياك؟ بيضحك يعني ولا يتغشمر؟ طيب الكل بيقول لك الله يسامحك، ما اتوقع يعني. خلينا نكون صريحين، احنا بشر بنهايه الامر. صحيح. فهذه الامور جدا صعبه. ارد على مثال اخر، يا رجل في ابناء من الاسره، يعني اللي الامير الله يطول بعمره يصير عمه يصير خاله، اراهم واضحه بتويتر يعني، مقاطعين وعندهم رؤيه في المسؤوليه. هل هذا بيسقط النظام؟
هل هذا من ابناء الاسره بيسقط النظام على نفسه مثلا؟ يعني حدث العقل ما يعقل شوي يعني خلينا نرتقي. وانا ارفض ترى اذا واحد من المقاطعين يقول حق المشارك ان انت مثلا انبطاحي او شيء، هذا رايي يعني، وطبعا في منهم، بس يعني ما نعمم احنا يعني اللي اتهموا في القضايا يعني ما شاء الله، والنيابه يعني اقرت في هذا الشيء، ولكن ما في قانون يعني. هذا هم قصور تشريعي ترى يلامون في النواب قبل الحكومه يعني، خلينا نكون صريحين يعني احنا مشكلتنا بالكويت انه تصير مصيبه نكتشف انه في قصور تشريعي، المفروض انه النواب انه يبحبش بالقصور التشريعي، ما يلحق، ما في عنده نقص في النصوص محمد كما هذا يقول هذا دوره محمد. نعم. ممكن ما عنده مقومات، ممكن مثلا الوقت ما يسعفه، ممكن ما في حكومه تساعد بالتعاون اللي واحد يستفرد انه يدري ان الرقابه ماشيه الامور والحكومه ماشيه صح متعاونه، ما عندها فساد، ما عندها تعيين وكلاء مساعدين على اساس قبليه ولا طائفيه ولا عائليه، فممكن واحد يتفرغ صحيح. عطني شيء واحد سليم في هذه الحكومه عشان نقول للنواب ان في ثغره سدت، روح تفرغوا الاشياء. ما اعتقد فيهم ميزه ما شاء الله، لان كل انتخابات تشريعيه يحثون على المشاركه بالتصويت. كل انتخابات تشريعيه من اول ما بدا مجلس التاسيس يعني يقولوا لي انا وقت مولود، يقولون الحكومه ما شاء الله كل انتخابات تشريعيه تحط دعايات وتقول شارك يا مواطن وهذا حقك. عرفت اقصد؟ ما شاء الله عليهم كل الانتخابات، بس الانتخابات ترى الاخيره. انا شاهد وياك، انا وراك اشاهد وياك. انا بلتقط الخيط اللي قلته قبل شوي اللي هو الناس اللي يتهمون بالانقلابيه. اوجه من هذه الحلقه بناء على ما ذكر كثيرا وكرر الاخ محمد حياه بان من يتهم المقاطعون او المقاطعين بانهم انقلابيون ياتي هنا نتشرف باستضافته ويكون امامه ضيف اخر يعني يكشف لنا بالادله ان والله هذا الدليل 1 و2 و3 و4 يظهر بان هؤلاء انقلابيون. الدعوه نوجهها لمن يتهم المقاطعين بانهم انقلابيون. توك شوك مفتوح لكم، اي واحد منكم عنده استعداد لديه الجرأة والشجاعة يتفضل معززا مكرما، نطرح عليه الأسئلة مجرد أسئلة وأجوبة. بعد قليل سأتواصل مع ضيفي محمد حياة وراكان نصف. الآن نعيد لكم أيضا في الفاصل الأغنية اللي ركب عليها الزيادي بعض المقاطع. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي. نكرر التحية في الحلقة ما قبل الأخيرة في هذا الكورس المكثف اللي 4 حلقات متتالية قبل المسيرة ومن بعدها الانتخابات. غدا إن شاء الله في الحلقة الأخيرة من هذه ال4 حلقات سيكون ضيفنا هو الملهم العربي مسلم البراك، كما وعدناكم للحديث عن المقاطعة، عن المسيرة، أيضا عن رؤى المعارضة في التشكيل الحكومي القادم، عن كل ما يدور في أذهانكم للضيف. سأطرح أسئلتكم للضيف مسلم البراك. استرعى انتباهي قبل قليل حديث صالح عاشور، بلغوني فيه الربع، يقول كلمة، قال جملة. هو عادة أبو مهدي جزاه الله خير قبل كل انتخابات أو في أثناء حملة الانتخابية يطلع بفنتق بشيء جميل، جملة جميلة. ذيك المرة هاجم الدولة الأموية وقدرنا يعني للأسف ما كان أحد موجود، لا عبد الملك بن مروان ولا كان أحد موجود، فلذلك تصديت دفعنا عنهم لأن ما كانوا ذاك الوقت موجودين عبد الملك بن مروان وعياله. فالآن صالح عاشور طلع بجملة جديدة يقول الكويت اللي بناها الآباء والأجداد لن نسمح للطارئين بتخريبها. من يقصد بالطارئين؟ اتركها لعقولكم وأذهانكم وتفكيركم وخيالكم. نقول لصالح عاشور أنا واحد من الناس أبعتبر أن أنت تتكلم عن الطارئين على مناطق معينة وعلى فئة اجتماعية معينة، وبسألك صالح عاشور هل أنت شاركت في الحروب السابقة؟ ألا تعلم ما هي تكوينات الجيش الكويتي قديما؟ قرأت أسماء الشهداء يا صالح عاشور؟ عرفت؟ هل تعرف بتجمعات سكنية سابقا بدوا يتنقلون ما بين وارة والصبيحية والقرين والوفرة والمناطق هذه، وفي السالمي وما السالمي وحواليها والعبدلية والكلام هذا؟ هل تعلم بهذه الأمور كلها ولا تعتقد الكويت فقط يعني النفس الجويهلي ما زال حاضرا وبقوة ويرتفع مفعوله في أثناء الحملات الانتخابية؟ صالح عاشور قال كلمة من أقوى الكلمات، لذلك سأترك لضيفي الحديث والتعليق عن هذه الجزئية. عندك محمد جوهر حياة، ماذا تقول؟ هل من بنى الكويت فقط هم في مناطق معينة أم الكويتيين كلهم، ومن حمل الكويت هم في مناطق معينة أم الكويتيين كلهم؟
والله شوف انا بصراحه يعني تزعجني هذه المقولات بصراحه، وصراحه انا يعني الشخص الكريم ابو مهدي انا علاقتي فيه طيبه يعني على المستوى الاسري وايضا كذلك على المستوى الشخصي رغم الاختلاف السياسي الكبير. يعني هو شخص يعني عزيز وغالي ومعروف عنه الهدوء والتسامح، ويعني انا اتمنى انه ما ينجر حول يعني الموجه هذه الموجوده عند الكل للامانه، وهذا شيء مو زين بصراحه. لا والله كلمه الطارئين انا اقول ابو مهدي غير موفقه، يعني في غير محلها، وكأنها تدعو الى تقسيم، كأن كويتي A وكويتي بي، هذا شيء ما ادري شلون. يعني انا اشوف انه مو سليم، وبالعكس الكويت الكل بناها، ترى بنوها حضر وبدو وشيعه وسنه. وايضا اليوم موقف المقاطعه اذا كان مثلا يختلف مع الاخ صالح عاشور ولا غيره مشاركين، وهذا حق لهم، مثل ما احترم انا رايهم السياسي لابد ان يحترموا رايي السياسي دون تجريح. يعني مثل ركان نصف طارئ، يعني محمد حياة طارئ، مسلم براك طارئ، ولا الاخ الصواق طارئ، مو صحيح يعني كلهم ابناء الكويت وجذورهم وعوائلهم. يعني هذا شيء يعني انا اشوفه غير موفق، واتمنى طبعا ان كلنا نبتعد عن هذا النفس، ان قضيتنا لتكن سياسيه ولا تكن طائفيه. بس شنو المشكله؟ المشكله شنو عندنا؟ يحسبون بكلامنا هذا ان احنا ندافع عن الاغلبيه، ولا ترى أنا الاغلبيه والله انتقدتهم اكثر من صالح عاشور. يعني صالح عاشور والان نائب في البرلمان وكان معهم، تصدق انا انتقدتهم اكثر من صالح عاشور وما زلت انتقدهم. بس انا الان امامي قضيه، هذه قضيتي اليوم اللي هو مرسوم الصوت الواحد، قضيه التفرد بالسلطه، قضيه ان الدور التشريعي الاستثنائي اصبح هو الاساسي وليس البرلمان. انا هذه قضيتي اليوم، بس مو قضيتي قضيه اخرى. لنخرج من هذه القضيه ونرجع لخلافاتنا وصداماتنا. يا رجل انت يا محمد وشيح انا ايش كثر اختلف وياك، بس ما يصير احنا نختلف لقضيه معينه سياسيه. تختلف معي؟ لا، لكن لم تخوني في يوم من الايام، اخونك لم تنفي المواطنه يعني هذا شيء، ولم اخونك ولم انفي المواطنه. يعني هذا شيء اروح لك ركان نصف. كيف تقرا كلام صالح عاشور وماذا تقول له؟ بماذا ترد عليه؟ هو السؤال يرد عليك اخوي محمد. كيف اقرا تصريح صالح عاشور وكيف اقرا اذاعتك لتصريحه في برنامجك؟ اولا انا اتحفظ على كلمه الاخ صالح عاشور، ما اعرفه شخصيا، انا اتحفظ عليه واتحفظ على كلمته، ما اتحفظ على شخص، اتحفظ على كلمته. والسؤال لك اخوي محمد، ليش افترضت ان الطارئين هم القبائل؟ لان هذه دائما تكرر يعني لا مو صحيح، مو صحيح. مثل ما تفضلت لما تقرا تاريخ الكويت وتعرف منو جيش الكويت وتعرف منو كان يدافع عن الكويت. الكويت فخوره بتنوع شعبها، جزء اساسي من وجود الكويت. الكويت ما تطورت لان موقعها الجغرافي متميز، الكويت تميزت بتنوعها. الكويت جلبت الثقافات عن طريق البر والبحر. لا يمكن ان احد يختزل الكويت في نفسه، ولا يمكن ان احد يعتقد انه هو طارئ. الكويت بناها الجميع. فلذلك انا مثل ما اعتب على الاخ صالح عاشور، انا اعتب عليك شلون قدرت تقول ان البدو طارئين او القبائل طارئين. انا ما اقول لك البدو والقبائل طارئين راكان، بس عشان اوضح الصوره لك وللمشاهد. انا اقول هذا النفس العام، وانا وانت ومحمد والمشاهدين يعلمون من يقصد صالح عاشور. هو اطلاقا لا يتحدث عن بعض المناطق، يتحدث عن عوائل معينه او فئه معينه من المجتمع. لا طبعا. فاحنا لان تعودنا في هذا البرنامج على المصارحه، لذلك انا سالت قبل قليل محمد جوهر حياة، اقول لك كونك شيعي انا اسف اني اقول هذا الامر، لكن لنضع الامور في نصابها، السلطه دفعتنا لهذا الامر فبنعالجه من حيث موقعه. صالح عاشور قالها وبقصده في اتجاه معين. نعم كما قال محمد جويهل صالح عاشور، هذا النفس عبد الحميد دشتي غيرهم طبعا كلهم يدفعون باتجاه فئه معينه. صحيح، وفي اتجاه اخر يدفع باتجاه اخر ايضا. يعني كلام الاخ محمد جوهر حياة قبل شوي تكلم وقال للاسف كل موضوع سياسي عندنا في الكويت تحول الى موضوع اجتماعي. نعم صحيح، لان في مخطئين من الطرفين ولم يدانوا من قبل اصدقائهم او زملائهم في العمل. جزء من خلافنا مع الغالبيه في فتره الصيف هو سلوك البعض من نواب الغالبيه. البعض نعم. هذا هوجمت الغالبيه ايضا من قبل انصارها، هوجمت بشراسه على هذا الامر. يعني احمد دين كان له مواقف. فاخوي محمد الموضوع متداول، الموضوع متداول، وهذا اكبر خطر على العمل السياسي الكويتي. لكن الشعب هذا ما كان طائفي، هذا الشعب اصبح طائفي بفعل فاعل. لا يمكن لشعب مهاجر انه يكون طائفي باي شكل كان. في تاريخنا الحديث في كل الدول ما في شعب مهاجر يكون طائفي. لكن في الفترة الأخيرة بعد انتشار وسائل إعلامية
خطيره لا نعلم حتى ملاكها. وملاحظه كل ما تقل اعلاناتها زادت طائفيتها. هذه الوسائل. كانك تلمزنا وراكان. ليش ما عندكم اعلانات؟ احنا ما عندنا اعلانات قليله، يعني احنا اكثر الناس طائفيه. على دوركم. دور الماركتينج عندكم. ايه طيب نروح على فكره كلمه السكان الاصليين ما السكان الاصليين ترون فيها نفس طائفي نفس عنصري ولا لا؟ انا ابي بس الجزئيه هذه عشان عندي عليها جمله. لا اخوي محمد، كلمه السكان الاصليين ترون فيها عنصريه ولا لا؟ كلمه السكان الاصليين محمد وراكان ترون فيها عنصريه؟ في مواطن كويتي. جميل. ما في سكان اصليين. بعدين اخوي محمد احنا قصتنا اليوم لا لاني باخذ كلامك راكان. اخذ كلامي لكن عفوا خلينا اخلص نقطتي. يلا تفضل. من بدايه اللقاء لا تختزل كلامنا في مناطق او دوائر. احنا رسالتنا واضحه، احنا جايين لان احنا مقاطعين. ما احنا جايين نرد على اي طرف يشكك في الاخر. لا بعد ايضا غير المقاطعه، يعني هدفنا ورسالتنا وحديثنا انه ما يكون بس فقط المقاطعه، يجب ان نحافظ على لحمه المجتمع. من يشق هذه اللحمه يجب ان نقول له انت اخطات على الهواء مباشره امام الناس وامام المشاهدين. راكان الكلام هذا اللي تقوله قبل شوي ما في سكان اصليين، في كويتي وبس، ننقل كلام راكان نصف باحتجاجه، وانقل ايضا احتجاجي الى مدير عام وكاله كونا اللي ترجم كلمه سمو الامير باستخدام هذه المفرده. رجعوا الى ترجمه كونا ستجدون كلمه السكان الاصليين السكان الاصليين السكان الاصليين. لذلك يا كونا اذا كنت تاكل تمر احنا نعد الفصم ونحسب هذه الامور. لا تشقون الوحده الوطنيه، وانتم ايضا وانتم المسؤولين عن الحفاظ على الوحده الوطنيه. يا وزير الاعلام بدل ما تحاسب القنوات الخاصه ووسائل الاعلام الخاصه كونها يعني تخطئ ما تخطئ، حاسب وسيله الاعلام الخاصه بك انت كوزير اعلام، وتكلم مع مدير عام وكاله كونا قول ايش تقصد بكلمه السكان الاصليين؟ من هم السكان غير الاصليين؟ عندك انا بس عندي شغله محمد، انا ايد كلام راكان اختصارها، يعني هو المقصد من الكلام مو ردا عليك بس هو اختصارا. اي شخص يريد ان يفصل ما بين كويتي اصل وكويتي قديم وماده ايش، هذا يعني هذا التقسيم. اي شخص كان، انا مو ردا على الاخ صالح ولا غير الاخ صالح، اي شخص يقول انا ناخبيني بيور وناخبيني هذا مو اسلوب عمل وفق دوله مدنيه او دوله او عمل سياسي. العمل السياسي ما يعرف واحد بنى السور وواحد يم قبل 50 جلسوه. بما ان له حق الانتخاب وهو انتخب واشرف على الصندوق، عنده مشكله هو مزدوج غيره تروح تحله بالقانون، ما تمحي مواطنته. بما ان لحد الان موجود هو، ما تمحي مواطنته. ولا ان اذا عنده ازدواجيه في الجنسيه كنوع من الترفيه والاخره، مو من حقك انك تزدوج بولائه. من يستطيع، السؤال سؤال، من الذي يستطيع ان يقيم ولاءات الناس؟ باي آلة؟ يعني عطني وحده قياس خليني اعرف. الجنسيه من يحمل هذه الجنسيه هو كويتي، من لا يحملها غير كويتي. يعني صحيح؟ يعني انا في نهايه الامر اللي يبي يردنا للعصور الوسطى وتقييم الافراد على حسب دم الازرق والاحمر وما ادري ايش والعمال والملاك هذا كيفه؟ عليه بالعافيه. اسال الله يشفيه ان شاء الله. هذا بس هذا اللي نقدر نملكه. اليوم ما في فرق بين محمد الوشيحي وراكان نص ومحمد حياه. انا عندي كلهم في خندق واحد، خندق المواطنه. جميل كل واحد فينا من فئه اجتماعيه مختلفه عن الاخر، لكن وتجمعنا كلنا اتفقنا على اتجاه. بس انا هذا يعني حتى لا انت تقول ان كل واحد فينا من فئه اجتماعيه مختلفه عن الاخر، نعم، متفقين على راي. مجرد بعبارتك هذا ان كل واحد فينا من فئه اجتماعيه مختلفه عن الاخر، هذا بحد ذاته تصنيف. يا اخي خلينا نبتعد عن التصنيف. كان يبي المواطنه بس انتهى الموضوع. هذا الواقع. وانت قبل شوي تتكلم تقول يعني شعوب مهاجره او ناس مهاجرين واجتمعوا في كل بلد في العالم. يا راكان في سويسرا 4 لغات رسميه، بس في سويسرا ما تقدر تتكلم. ليش؟ لان الحكومه هناك تعاقبك. هني الحكومه طبعاً يبدو انها هي من يرعى، لان لما لمسنا منها شيء. والدليل وسيله الاعلاميه. احنا نعاقب نفسنا. خلينا نعاقب نفسنا. لا انا ما عندي مشكله انه مثلا واحد يكون حضري، يكون واحد شيعي، واحد سني، بس لا اقول لك ما في مشكله، هذا الواقع. لكن في قوانين تربطنا في احترام لبعضنا البعض. بسويسرا نعم كلامك سليم، يتكلمون 3 أو 4 لغات. مثل ما تفضلت مدانه اللهجه هذه، لكن ايضا انت مدان اخوي محمد. ما كان المفروض انك تذكر تصريح صالح عاشور في برنامجك.
الكل ما يعني اتجاهلها؟ شلون؟ طبعا تعتقد اني اذا هذا تجاهلتها المفروض. افضل؟ طبعا هذا المفروض محمد احنا والله. نبي تدري هذه الجمله، انتم خذيتوا المسار الحديث لاتجاه اخر، جميل، عاجبني الموضوع لان الموضوع مهم. احنا كبير أخوي موضوع محمد، بلد، اكبر موضوع مرسوم. موضوعنا اكبر موضوع قاطع. الامن الاجتماعي اهم من الانتخابات. خلينا نمسك على جزئيه المعالجه راكان. يعني لو تكلم الان صالح عاشور، تكلم قبله جويهل ونبيل وطنطن في هذا الجانب وغيرهم تكلموا، سفهنا مره مرتين 3 10 20. الا تعتقد بان هذا الامر يترك لهم مساحات يتغلغلون من خلالها وينتشرون من خلالها راكان؟ السؤال بالعكس. هل مطلوب مني اني اذكر اسماء شككت في اطراف اخرى من المجتمع الكويتي؟ ما راح انجر انا بهالحديث، ولا راح انجر بتشكيك اي طائفه لطائفه اخرى واني ادافع عن طائفه لطائفه اخرى. وقت هالنوع من التصريحات والتحفظ عليه، عدم ذكره، عدم ترديدك لتصريحاته هو وقت لتصريحه. هذا رايك راكان، يبقى اراء والراي محترم جدا. انا ايضا عاتب عليك مره ثانيه اخوي محمد. شلون تفترض تصريح صالح عاشور انه يقصد بالطارئين هم القبائل؟ انا اقول لك ليش يا راكان انت مصر على هذه الجزئيه. طبعا انت يا ليش ما راكان تفترضها الاخوان المسلمين؟ انا بسالك، انت من تفرض، انت من تعتقد انه قالها عنه برايك؟ بالجو الحالي بعض المشاركين او من يدعون للمشاركه يروج ان الاخوان المسلمين هم وراء هذا الحراك. يعني طارئين الاخوان المسلمين، طارئين ومسؤولين قاده الاخوان المسلمين هم اللي طارئين مثلا في الكويت؟ لا مو قادتهم، الفكر يمكن. انا ما ايده، لكن اقول لك انه يمكن يقصد الاخوان المسلمين. اعتقد راكان اذا سمينا الاشياء بمسمياتها وسالنا الناس كلهم يعني يعرفون من يقصد، وانا وياك. لذلك احنا دائما ما نقول الجرح هنا، لكن لا نقول هنا جرح، هنا سرطان يجب ان يجتث. محمد ليش نسلط الضوء على الجرح ونشيله مره واحده؟ ليش ما انا اقول لك نتداول القضيه بشكل اخر؟ انا قلت لك الاخ صالح عاشور احنا على مستوى شخصي نحبه ونعزه ونقدره، وقلت لك انا في بدايه كلامي اتمنى ان كلمة طارئين ما يقصد فيها مكون من مكونات المجتمع الكويتي، أتمنى أنه ما يقصد في هذا الجانب. ولكن حتى لو نقول عن الأخوان المسلمين، يعني حتى الأخوان المسلمين بالكويت صار لهم سنوات عديدة، يعني أبناء الكويت عايشين، الدلال مو كويتي ولا الأخ العزيز الرومي يعني بالنهاية كلهم أبناء الكويت بعيدا عن تقسيماتهم كأسمائهم كمواطنين، هذا كلهم أبناء الكويت. المهم احنا فكر التقسيم الأي وبي هذا احنا كله ضده. شنو المعالجة؟ يعني أنا برأيي، هذا السؤال، أنا برأيي انت ممكن عرضتها بحسن نيه، انه يعني مو زين ان احنا نتقالب في موضوع قبلي ما قبلي الاخره، بس انا بشغله المفروض الرساله تتوجه مو من محمد الشيحي كاعلامي، معنا عليك دور كبير، من الكل الى السلطه التنفيذيه. الموضوع ما يتوجه للاخ محمد جويهل لما يتكلم عن القبائل او غيره المزدوجين ولا غيره من الجميع، حتى افراد من الاغلبيه انا كان لي راي عليهم. يعني في احدى الافراد كتب بتويتر كتب شيء غريب، يعني كانه سووا مكون اجتماعي هم يعني هم اداه في دوله اخرى، يعني هذا شخص من الاغلبيه، حتى يعني صار في سجال بيني وبينه. انا اقصده للجميع، للاخ صالح او غيره، يعني اذا انت بتوجه رسالتك مو لمن يدعو مثلا او يقول كلام يشرح مكونات المجتمع الكويتي او يقسمها، كلام يوجه للسلطه التنفيذيه، لقانون نبذ الكراهيه اللي حاطينه، قانون نبذ الكراهيه اللي يمشي على فلان ما يمشي على فلان، اللي يمشي على فلان. شوف محمد، اللي يمشي على فلان مو لانه مثلا من هالمكون، لا، لان اليوم هو معارضه، انا اطبق عليه القانون، بس لما يكون واحد من الموالاه ويهين شخص اكاديمي محترم مثل شفيق الغبره، يقول له انت يلي جنسوك وعملوك وهذا، ويمر الموضوع كانه ما في نبذ كراهيه، لان هذا من المشاركين او من غيره. هذا اللي احنا ما نتمناه. طبق القانون على المقاطع وعلى المشارك، على الليبرالي، على الاسلامي، على كل مواطن، بعيدا عنك ترى والله شنو الفاميليين بنهايته، طبق علي القانون. اليوم انا اطعن بالاخ محمد جويهل ولا اي انسان، تعال جرني للبيت، هذا الجري، مو لما نكتب تغريده تقول انت تقصد فلان. يعني هذا المطلوب، احنا نوجه رساله، لان موضوعنا اللي ترى بيتكسب على موضوع القبليه والطائفيه ما راح تخلص منها محمد. طبعا موجوده بالكويت، بس قبل كانت مستحى، كانوا يقولونها بديوانيه، والله احنا ربيعنا وصوتك لنا بالكلام هذا. لا، اليوم وسائل الاعلام، لان ليش؟ ما في رقيب حكومي لتطبيق القانون على من يدعو. في رقيب بس على اللي ضد الحكومه، مثل ما على اللي يختلف معه المعارض يطبقون عليه. اذا الموضوع هذا نضعه امام الحكومه ونقول يا حكومه، يا وزير الاعلام تصرف مع كونا وكاله الانباء الكويتيه، يا حكومه يا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك تصرف مع هذه الكلمات
خلونا نشوف نلمس جديه، لان بدات الناس تفقد الثقه بالحكومه، عشان ينقطع هذا اللسان مره واحده، ولا يعتب راكان نصف علي لاني سلط الضوء على هذه الجزئيه. انا ارى ان يجب ان تسلط الاضواء على من يقول هذا الكلام ويحاسب، ويعني الجميع يقرع. نعم. راكان نصف يرى بان يجب ان نتجاهل هذه الامور. راكان نصف شخص محترم جدا ورأيه ايضا محترم جدا. راكان، ندش على موضوعنا السياسي. التحالف الوطني الديمقراطي، هل هناك احد، يعني المنبر بروح محمد بعد شوي نزل واحد منهم من الانتخابات، التحالف ما نزل احد منهم من الانتخابات، لكن ماذا عن قواعدكم؟ ماذا عن اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء التحالف الوطني الديمقراطي؟ هل هناك من سيشارك في الانتخابات؟ التحالف كمظلة للعمل الوطني بجميع كوادره رافض المشاركة في هذه الانتخابات، وبغالبية أعضاء المكتب التنفيذي. غالبية وليس الكل. ربما يكون هناك شخص بيشارك. موجود اسم البيان، وطالبنا بالعدول عن الموقف، لكن هذا ما يعني أن التحالف بالأخير عنده كثير من الأعضاء، ومن سيشارك سنحترمه. لكن مثل ما قلت لك مساعة، أي واحد يشارك هو شخص مستهدف من قبلي إلى يوم السبت لثني عن هذا القرار. لكن ما في أحد من التحالف مرشح، ما في أي أحد من مرشحين التحالف السابقين نازل هالانتخابات. بس ما تلاحظ راكان ان هذا امر يعني حيوي ومهم جدا محوري، انا اقول محوري، بان يحدد بناء عليه ان مؤمن بافكار التحالف او غير مؤمن بافكار التحالف، مثل الاستجواب، مثل مقاطعه انتخابات او مشاركه. هذا الامر احنا سابقا طالبنا الاخوان المسلمين، او حدث بفصل محمد البصيري كونه شارك بالحكومه. نفس الامر، هل تعتقد بان يجب عليكم فصل العضو اللي مشارك في الانتخابات؟ الفصل تحكم اللوائح الداخليه لكل تيار. فمن ياخذ اجراء في اي شخص مشارك او مرشح تقرر الجمعيه العموميه او المؤتمر العام للتيار او للتحالف او للمنبر. جميل. محمد، نفس الموضوع عندكم اللي هو واحد منكم انتم عاد هالمره نازل مو بس مشارك. انا اساس اكون صريح معاك وصريح مع الاخوه المشاهدين. انا يعني لما استضفتوني على اساس اني كاتب واعلامي، لكن ايضا نتعلم منك. يعني انت الله يطول عمرك. مش اعلامي، يعني تونا نحبو في المجال هذا من سنتين ثلاثه يعني استاذ نقرا لك. ولكن بما انك سالت، وانا عضو في المنبر، يعني انا عضو مكتب سياسي، مش عضو امانه عامه او انا المسؤول عن التصويت القرار، هو مكتب استشاري لا اكثر ولا اقل. في نهايه الامر احنا نتعامل مع وقائع امامنا ونفترض حسن النيه. يعني مثال، في بعض احنا محمد مثل ما انت عارف بالكويت احنا عندنا شوي العمل السياسي خلينا نقول تعيس، مو منظم لجميع التنظيمات السياسيه، حتى اللي مثلا حدث اللي هو اكثر تنظيم مثلا منظم بس هو فائده عنده ذراع اجتماعي، مثل جمعيه الاصلاح، العلاقه الطيبه، تواصل عام، يعني في كوادر ممكن تخلق لك كوادر، يعني هو لهذا السبب تلقاه هو اكثر تنظيما، يعني انا برايي كذي. بس ولكن مثلا في ناس يتهمون حدث اليوم، يقول والله سليمان المنصور قريب من حدث، والله حدث منزين الصف الثاني، هو رايه يقتنع، بس انا في نهايه الامر اشخص الحاله اللي امامي. فاهم ايش قصدي؟ احنا في المنبر الديمقراطي جميع مرشحينا ما رشحوا الا باستثناء الاخ العزيز احمد العبيد، وهو كذلك يعني قال مو انا، هو طلع في لقاء في احدى القنوات قال ان انا نازل ب تصرف شخصي، فهو قطع يعني حط حد ان الجماعه في المنبر لهم راي، اغلبيه في المنبر، بس انا رايت ان رايهم ليس على صواب ورايي انا على صواب، ونزل انتخابات ولم يدعم من قبل المنبر الديمقراطي لا ماديا ولا ايضا كذلك معنويا، وهم مقاطعون. تقول لي نزل بيان اسمه ليبراليون الكويت والتيار الوطني، انا شوي عندي تحفظ على كلمه تيار وطني وعلى كلمه تيار الاسلامي، وهذه الكلمات المطاطه ما انا ما احبها. حاسبني كمنبر، تحالف، حدث، سلف. يعني جميل. مو كل واحد مثلا مالط الشنب واللحيه يقول عن الليبرالي، ما يصير. انا هذا رايي، يعني خلينا نتكلم سياسه. ولا كل واحد مربي لحيه. اي واحد كان معاي في قائمه مثلا في الجامعه لسنوات طويله اصبح تيار وطني، لا انت تيار وطني، انت ما تحكم الناس. تيار وطني مو شرط انه يكون هو عضو في المنبر والتحالف، انا معاك صح، يصبح هو وطني وليس تيار، هو فرد وطني. اذا مجموعه وطنيين يريدون المشاركه في الانتخابات هذا حق لهم ويحترم ويقدر، ولا ننسى وقوفهم مع التيار الوطني او قريبين من التيارات الوطنيه، المنبر او التحالف، عرفت؟ بس هذه الاسماء المطاطه، يعني باكر ينزل لك والله بيان احنا التيار الاسلامي،
ندعو حدث بالعدول على هذا. انت شلون تدعو حدث؟ انت مو عضو في حدث. وان كنت عضو في حدث، انا اقول لك يعني المنبر الاغلبيه العظمى مقاطعه، واكبر دليل مرشحين ما خاضوا انتخابات، يعني لا مرشحين ولا قريبين منه. يعني صالح الملا ما خاض انتخابات، النائب السابق محمد عبد الجاد ما خاض انتخابات، وسمي الوسمي مثلا قريب منه، يعني مثلا وسمي الوسمي ما نزل انتخابات، اسير قريبه منه ما نزلت انتخابات. يعني وقيس اسماء حتى وتي على كتله العمل الوطني مثلا مرزوق الغانم ما نزل انتخابات، محمد الصقر مقاطع ما نزل، يعني كلهم مقاطعين يعني اغلبهم. فالاغلبيه العظمى انها مقاطعه. تبقى في فئه كم عضو من المنبر او مثلا من مؤيدينهم او مناصرينهم او مثلا من يسمون نفسهم تيار وطني، يبقى هذا رايه ووجهه نظره، ولكن هذا ما يسرق موقف التيار انه يقول لا والله اذا والله 20 شخص او 30 شخص او 40 شخص شاركوا والله معناته ان المنبر اغلبيته مشاركه. لا، مو صحيح، مقاطع وحق واجب. واكبر دليل اقرا بياناتهم الاخيره، كلهم يلومون المنبر، اعدلوا عن قراركم. اذا انا اقليه ليش تقول اعدل عن قرارك؟ ليش ما تتخذ القرار بنفسك؟ اذا الكل يرى ان اللي بالمنبر اقليه المقاطعين، اذا انا اقليه ليش اعدلني عن قراري؟ جميل. السؤال ان انتم سابقا هاجمت نعم هاجمتم الحدث سابقا التيار الليبرالي بشكل عام، اذا عشان اجمع بس التحالف والمنبر، هاجمتم حدث ان ليش ما تشيلون محمد البصيري، من ليش ما تقيلون محمد البصيري، ما تقيلون. الان سؤال موجه لكم محمد، لماذا المنبر لا يقيل احمد العبيد؟ شوف، حتى اكون صريح، قلت لك انا اعيد واكرر لان احمد العبيد وغيره من الاقليه بالقوه الوطنيه او التيار الوطني بشكل عام اللي يسمونه تيار وطني او الوطنيين، خلينا نقول هم وطنيه ما شكل في وطنيتهم بالعكس ولا في يعني نبلهم، يرون ان المشاركه هو القرار السليم، يتفضلون، هذا رايهم. الاغلبيه من المنبر ترى انها مقاطعه، خلاص انتهينا الموضوع. انا مو مخول قلت لك بالتصريح، بس انا اللي اقول لك اياه عبر الاعلام اللي اصبح واضح ان المنبر صدر بيان او تصريح ان سنقوم بتفعيل اللائحه الداخليه لكل من يختلف مع قرارات المنبر. ولازم تعرف شغله، اللائحه الداخليه في المنبر مناطق جدا واضحه، وتتكلم عن من يعني يخالف قرارات المنبر المتخذه بالاجماع وفق القنوات القانونيه. فهذا الشيء لابد ان يقوم وفق القانون، يعني العمليه مش سهله. ترى انا بس اذا احنا تيار مدني ولنا قنوات قانونيه والله مو معناته فلان خالف انا على طول اجتمع يلا فصله، لا، في قنوات. ايضا انت ممكن تسالني لي سؤال، تقول لي ليش انتم المنبر ولا التحالف موقفكم متاخر والمقاطعه؟ هذا اللي جاي باين من عيونك السؤال. السؤال هذا اللي وراه. في نهايه الامر ترى المنبر لما اتخذ قراره لموضوع المقاطعه، يعني انا حضرت اجتماع، اصبح اجتماع مكتب سياسي، تفاوتت الاراء، قلنا ما يصير الامانه العامه تقيس راي المقاطعه على اجتماع مكتب سياسي فيه 20 شخص مثلا، خلي يعملون اجتماع عام. عملوا اجتماع عام وبعثوا جميع الاعضاء واتوا جميع الاعضاء واستشفت الامانه العامه ومن ثم صوتت. الامانه العامه استشفافا للقاعده القاعديه اغلبها مقاطعه. السؤال ليش تاخرت؟ ليش تاخرت؟ لان القرار ما يملكه فرد، عندنا القرار ما يملكونه بس امانه عامه، قرار انت مسائل، انت عندك اكثر من 350 عضو فاعلين. هذا حدث اكثر منكم واتخذت موقفها الحاسم في لحظات. لا هذا يبقى شأنهم الداخلي في اداره التنظيم. احنا شأننا مو معناته والله انا اذا تاخرت انا قاعد اقيس الحسبه، خلينا نكون صريحين وياه، اذا بقيس الحسبه وخساره ولا خساره وحسبه، احنا ما عندنا نائب في البرلمان. يعني نائبنا كان الاخ العزيز صالح محمد الملا، احنا ما كان موجود في البرلمان، يعني ما عندنا حسبه سياسيه احنا بندخل 5 ولا 6 ولا 7، احنا قاعد نحاول يمكن حسبه الناس اتهموكم بانه وينكم يا المنبر، وينكم المنبر، هل تبحثوا عن مصالح وتعيينات وما تعيينات؟ طلع هذا الكلام وسمعتوه وقراتوه، انا متاكد ان انت مش غايب عن العالم. تعيينات كان زين، وين التعيينات؟ هذا الاسم متوجه لنا التيار الليبرالي، قلت لك هاي المشكله. السؤال ليش تاخرون؟ ساعتكم دائما متاخره، لا 3-4 ساعات. ما تاخرنا، لا ما بعد ما تمشي التيارات السياسيه وتتخذ مواقفها، يعني التكتل الشعبي، خلي التكتل الشعبي ما له قواعد وكوادر، ما يعتبر تيار سياسي. نروح الحدث. نعم. حدث اكبر منكم عددا وانتشارا في كل مكان، معلش. حسمت امرها في لحظات. شوف، قالت هذا الامر يخالف المبادئ العامه ولا يحترم الشعب ولا يحترم الماده السادسه. انا اقول لك شو الاشياء اللي تساعد الاخوه حدث في اتخاذ قرار بهذه السرعه لقراءه الواقع السياسي. اول شيء حدث عنده نواب تنضم لكتله الاغلبيه، عنده عمليه التنسيق جدا متوسعه مع القوه السياسيه المندمجه معها في كتله الاغلبيه، فلديها رؤى ممكن تتواصل معها من قاعدتها من اجل اطلاق الموقف السياسي بشكل اسرع. بس انا بتكلم عن السرعه، انت ما اخذوا موقف قبل بسنه، يعني كان 4-5 ايام الفارق يعني، بس لا اكثر. بس ثق تماما ان الاخوه في المنبر اجتمعوا ورأت الامانه العامه بان الاغلبيه من المنبر ديمقراطي في اتجاه المقاطعه، واتخذوا هذا الموقف وفق قناعه سياسيه قانونيه. جميل. في نهايه الامر نقول للاخوه اللي بيشاركون
الاخوه اللي وقعوا، الاخوه الوطنيين، الاخوه الاعزاء، تبي تشارك هذا حقك، ويبقى حق الاغلبيه في المنبر حقهم، ولكن لا تخونني ولا تتهمني اني تبع حدث، ولا تتهمني اني انا ساذج مثل ما يروض البعض. هذه اللغه ليست لغه سياسيه للتفاهم او لانك تحثني عن قراري اذا تقول ان انا قراري كان خاطئ. جميل. راكان نفس السؤال، تاخرتم، انا احدثك الان عن التحالف الوطني الديمقراطي، تاخرتم في الاعلان عن موقفكم، يعني ابدا راحت الدنيا والامور، ننطر وين موقفكم اجتماع ورا اجتماع الى ان حسم الامر. اي تاخير؟ تاخرتوا في الاعلان عن موقفكم في المقاطعه. المكتب التنفيذي رفع توصيته للجمعيه العموميه بالمقاطعه قبل اصدار مرسم الضروره. اول من قاطع التحالف على فكره. مو صحيح. اول من قاطع التحالف. وعلى لسان حتى مرشحين السابقين في نفس يوم مرسم الضروره مقاطعين التحالف. ما كان في احتجاج من داخل، ما كان في لا رفض من داخل؟ ابدا ما كان موجود الاحتجاج ولا ابدا. كل المكتب التنفيذي، انت قبل قليل تتحدث عن اغلبيه في المكتب التنفيذي هي اللي وافقت يعني على هذا الامر، والبعض بجميع اعضاء المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي ال20 كلهم؟ مو 20. كم 20 منبر يمكن انتم؟ ها لا هم 15 كمان العام 14. لكن قلت لك ان في بيان صدر بعد اجتماع المكتب التنفيذي، كان من ضمن الموقعين احد اعضاء المكتب التنفيذي، فلذلك كنت دقيق بالكلام اني اقول لك غالبيه اعضاء المكتب التنفيذي. لكن تبيني اقول لك المكتب التنفيذي الا واحد، اقول لك المكتب التنفيذي الا يعني في واحد على الاقل، يعني في واحد ان نرفض، يعني مو تصويت الغد دائما في. انا اللي خلاني اقول الكلام هذا طبيعه الاختيارات الفاعله. اللي خلاني اقول الكلام هذا راكان بناء قياسا على الاحداث السابقه، مثل استجوابات ما استجوابات، دائما تاتي مواقف التيارين التحالف والمنبر تاتي متاخره، اللي هي مشكله ومكون لكتله العمل الوطني، تاتي متاخره دائما، اجتماع تلو اجتماع الى ان يحسم القرار. ما تناقشون في هذا الامر؟ ما تقولون يا نوابنا ليش تتاخرون كتله العمل الوطني؟ لا، احنا خلينا نفرق بين كتله العمل الوطني والتحالف الوطني والمنبر. انتم المكون الرئيسي للكتله. لا مو صحيح. الكتله مكونه من 5 اعضاء. التحالف كان الدكتور أسيل العوضي احد مرشحين التحالف السابقين في عام 2008، ونزلت من غير خلينا ناخذ المجلس السابق، خلينا ناخذ المجلس اللي في 2009. ذكرني بالاسماء. لا انا بذكرك حتى بالمواقف. أسيل وصالح عبد الله الرومي لا برا، الصرعاوي برا، مرزوق الغانم برا بعد. بس احنا اقليه داخل. واللي قبله كان في محمد الصقر ومليفي برا. علي الراشد. انا اختصر لك اياها الحين. بس ان انتم دائما هذه مظلتكم كتله العمل الوطني. التحالف والمنبر كانوا سريعين باتخاذ قراراتهم في كل المواقف. اطرح لي اي موقف اقول لك احنا متخذين فيه موقف استجواب وزير الداخليه جابر الخالد في موضوع الميمون اللي تقدم فيه مسلم براك، وقلنا نطرح فيه الثقه من اول. متى سؤال متى ليش تاخرون؟ اسئله طرحت هو السؤال. واستجواب ناصر محمد رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد تاخرتم كثيرا الى ان اعلنتم لاحقا ان 5 رصاصات يا راكان. لا مو صحيح. شلون مو صحيح؟ هذا التاريخ مسجلها. جايك وانا جايك بالتاريخ. يلا. استجواب ناصر محمد الاول مو ال5 رصاصات. ال5 رصاصات هي نهايه فتره الشيخ ناصر محمد في رئاسه الوزراء. بالاستجواب الاول التحالف والمنبر شاركوا باعلى مستوى تمثيل لهم في مهرجان ارحل. اللي ما شاركوا في هذا المهرجان هم كتله العمل الشعبي. اي استجواب؟ الاستجواب الاول استجواب الشيك ومصاريف ديوان المحاسبه. اللي هم المليفي قصدك؟ لا اللي هدد فيه المليفي؟ اللي هدد فيه المليفي فيصل المسلم وتبناه دكتور فيصل مسلم، وصارت في حمله ارحل شارك فيها التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر باعلى مستوى تمثيل بالامين عام للتحالف الوطني الديمقراطي وامين عام عفوا خلينا نكمل الفكره. زين كمل اقول. ما في احد شارك في اعلى مستوى تمثيل من كل التنظيمات السياسيه في الكويت الا التحالف الوطني والمنبر. اسيل تتبع من؟ تتبع الشعبي ولا تتبعكم؟ اسيل موقعه على بيان تجديد الثقه. ما خليتني مساعة اكمل نقطتي. كمل راكان دش علي بهاوش اليوم راكان. تفضل. اسيل العوضي عبد الرحمن العنجري لهم كل التقدير والاحترام، لكن في عام 2009 التحالف الوطني خذ قرار بعدم خوض الانتخابات. هم صحيح عرفوا من خلال التحالف الوطني، خاضوا الانتخابات اول مره في عام 2008 تحت رايه التحالف الوطني، لكن كان قرارهم بخوض الانتخابات عام 2009 منفرد. وهذا البيان احنا اصدرناه قبل الانتخابات وقبل دخول
الدكتوره اسيل والاخ عبد الرحمن العنجري للمجلس. هذه البيانات موجوده ما هي سريه. نازلين بصفه مستقله ولكن إيه؟ هذا خلصت جملتك عشان ما بقاطعك مره ثانيه وتخانق. لا ابد. خلصت ولا ما خلصت؟ لا خلصت. زين. النقطة الأخيرة اللي ذكرتها لك اللي هي الرصاصات الخمس، كان موقفكم آخر موقف في اللحظات الأخيرة أعلنتوا. كان موقف حاسم يعني. أرد أكرر، أنت تتكلم عن كتلة العمل الوطني ولا التحالف والمنبر؟ التحالف والمنبر أعضاء في كتلة العمل الوطني. التحالف والمنبر رأيهم واضح من أول استجواب قدم للشيخ ناصر المحمد عدم اعطاء الثقه. عدم إعطاء الثقة للشيخ ناصر المحمد. النواب كان لهم هذه حقيقة ثابتة. في ترى في ناس حجبوا الثقة عن وزير أو عن رئيس الوزراء وبعدين ردوا وعطوه الثقة. فهذه ما لها يعني ما نعتبرها مقياس. في الكويت هي المفروض يعني مجرد اني حجبت عنك الثقة مرة واحدة يجب اني احجبها عنك طوال الدهر. خلاص انتهى الموضوع. لكن بس نعم تفضل. اعطيك بس نقطة ان المنبر الديمقراطي مرشحه لم يولم الثقة لناصر محمد يوم من الايام ولا استجاب. عيد مرة ثانية عفوا. لم يعطي الثقة لناصر محمد ولا استجاب. لكن انتم متحالفين لا مع امتنع في مستقلين ومع التحالف. امتنع في الاولى ومن ثم اي طرح ثقه وفي استجواب اللي قدم الاخ محمد هايف ووليد الطبطبائي. هذا كان عليه اشكال ان قرار الممانعه اللي شاركهم فيه حسن جوهر ان نمتنع لان الموضوع لا يرقى يعني هذه كانت الاراء وان ما نعطي الثقه حتى لو كان ممنوع الموضوع لا يرتقي لان في نهايه الامر هو انت تتعامل مع تعامل الحكومه عدم التعامل مع رئيس وزراء وليس وزير ممكن تعطيه الثقه وتردها. طيب هذه نقطه. لا انا بسالكم محمد لين بقى ويا 5 دقائق حتى اذا اللي منكم عنده نقطه معينه يقولها في ال5 دقائق هذه. بس بسال بعجاله على جزئيتين مهمتين عندي. بتحدث يعني بعد شوي عن الدوله البوليسيه وطريقه التعامل مع المغردين والناشطين السياسيين. هذه الجزئيه الثانيه. او خلينا نتكلم عن الدوله البوليسيه الحين ونخلي لانها هي الاهم نعطيها 5 دقائق. عندك ركان نصف. الدوله البوليسيه هل يصدق هذا الوصف على الكويت في هذه الفتره؟ الكويت مو دولة بوليسية. خلينا نكون دقيقين في الشرح. ربما في تمايز في تطبيق القانون، لكن الكويت ما هي دولة بوليسية. ما اقدر اعتبرها ان الكويت دولة بوليسية. ما في احد دخلوا بيته بالليل وخذوه. ما في احد خطف. حادثة الخطف حصلت عندنا عام 2007 لما خطفوا بشار الصايغ وجاسم القامس من امام مبنى جريدة الجريدة. هني نقدر نطلق عليها فعل بوليسي، لكن الكويت ما هي دولة بوليسية. نتكلم عن التعسف في تطبيق القانون. نعم هناك تعسف في تطبيق القانون. جميل. عندك محمد؟ انا ابو سلمان بصراحه يعني كنت حابب اقول في نهايه البرنامج بس انت سالتني. انا الصراحه شفت لقائك مع المغردين اللي تم اعتقالهم. الكلام اللي قالوه الاخ صقر الحشاش كان قاعد مكاني يعني نقل احداث أصبحت من السجن إلى الكاميرا اليوم إلى المشاهد. أنا أتمنى من مع الوزير أحمد الحمود أن يفتح تحقيق في هذا الموضوع. يعني الأمانة أساليب أو يعني وقائع ذكرها الواحد بده يخاف. يعني الداخلية تحميني، الداخلية إذا حجزتني أنا عندها لقضية لرأي اللي مثلا تراني أني أنا تعديت على الذات الأميرية تبي تطبق علي قانون في نهاية الأمر. إذا حجزتني وفق القانون مثلا لابد أنها تحميني. ما تحطني مع قضايا المخدرات وقضايا السكر وقضايا يخلطون بين صاحب رأي أو حتى الجنطة نفسها حطوا فيها مخدرات. لا يعني على كلامه. أنا ما ودي أذكرها بس قلت لك الموقف جدا مقزز وتحية لهم أن تحملوا هذا الموقف. اللي كتبوه سليم وسليم ودينهم القانون. أنا ما هذه قضيتي أن التعامل مع الأفراد أصحاب الرأي بتويتر ل 140 حرف اي ازج فيه وقاعده ما بين صاحب مخدرات وصاحب هذا وهم يعني ناس مميزين ونشيطين. اختلفت اتفقت وياهم يقول لك بدنا نعرف والعياذ بالله كم سعر المخدرات وشنو انواعها وشنو هذا بسبب مخالطتنا مع هذا شيء مقزز ولا نقبله على اي مواطن كويتي وصاحب راي. اثنين، الحادثه البوليسيه هذه اللي صارت لبشار الصايغ وجاسم القامس وايضا لا ننسى اعتقال ناصر صرخوه. اي صحيح. اليوم نختلف مع ناصر صرخوه بالطرح يعني بس ما ننكر انه هو له مواقف مشرفه ناصر صرخوه الامانه في مجلس الامه. بس بصراحه طريقه احتقاله انه رايح بسيارته للجامعه ويحدونه ويوقفونه هذا اسلوب مرفوض ويبدو انه سيتكرر قريبا لان احنا التعسف الداخليه في المسيرات اللي شفناها بالطريقه الهوجاء اللي هو رمي الغاز وطريقه التعامل والمقطعات والشتم. وانا واحد من الناس صار لي موقف. انا يعني واحد كان يبي يضربني بس مسكني قال لي مو انت الاعلامي فانا احبك انا اتابع برنامجك انا احب الرياضه وهو قال لي فانا بحميك. حظك. إيه؟ قلت له انت موضوعك مو تحميني
انت لازم ما تعمل كذي بالناتج، والله مجبور. قال لي المثل مجبور اخاك لو كان أبا. شيء كذي. هو قال لي وانصدمت وهو ملثم. اذا الكويت يصلح أسلوب لها القمعي. لقب دوله بوليسيه، او ان هذا الأسلوب الاسم القمعي، كبير جدا. الاسلوب القمعي هذا البطش. وانا عندي قناعه ترى ادلنا هذا الموضوع ترى مو مع الكويتيين، ادلنا مع اخواننا البدون كذلك. طبعا صحيح. اي انسان، الحريه قيمه انسانيه مو ماركه كويتيه محمد، لازم الكل يعرف ان الحريه قيمه انسانيه وليست ماركه كويتيه. الاخوه البدون كأن الداخليه تقول لك شوف صار بالبدون ترى بنطقكم، كانك هيئت لك هيئه الاجواء الداخليه. ترى ضرب البدون ما كان ضرب اخواننا البدون انه هو يعني والله الداخليه طقتنا انا مو كويتي، لا كان نقول لك والله اليوم بنطقه باكر بنطقك. وهذا الاسلوب لا يليق. تراني مخالف للقانون اعتقلني بادب، واستخدم على القانون معي واستدعيني. ثاني شيء انا بس عندي محمد نقطه، يعني انا اخذنا من وقتهم، موضوع اللي يدخلوا المجلس وموضوع اي شخص اللي قاعد نشوفه بالكويت اليوم ترى شيء جميل. يعني عملوا فعل ترى الحكومه انه هو سلبي، استدعتهم النيابه، هم يجون بنفسهم. الرجل يجيك بنفسه معاه بطاقه مدنيه يقول لك انا فلان دخلت المجلس، انا فلان كتبت كذي بتويتر، انا فلان اللي استدعيته. يا رجل كانوا يقدرون يدخلون بعد الويكند اللي استدعوهم في الاخير الاربعاء، راحوا بالظهر. يعني كان ممكن يقدرون ياجرون، يعني يدرون ما في تحقيق، بس رايحين بحسن النيه، مقدم بطاقه المدنيه. ليش اجعل انا الحجز عقوبه؟ الحجز الاستثنائي ليش اجعله عقوبه عليهم؟ ليش اخلي انا الحجز المؤقت هذا اللي هو لضمان عدم فراره اخليه عقوبه عليه؟ كان اقلصه 4-5 ايام اراويه السجن اراويه المخدرات حتى يتادب. لا، مو بهذا اسلوب الدوله، ما تدار بهذه الطريقه. دام انه يضمن نفسه، اضمن مكان سكن يا اخي واطلق سراحه، وكل ما تستدعي وقع على انك تحضر خلال ساعتين مثلا. لان هذا مو هارب، اللي يجيك بنفسه محمد ما يهرب. فانا اتوقع ان هذا اسلوب ترهيب من الحكومه لمن يختلف معاهم بالراي. جميل. عبد الله الصباح يومين ما درنا عنه واختفي يمكن فيها من الدوله الى ان طلع ابوه بيان. تقصد المغرد عبد الله المغرد. الحديث طويل، يمكن كان عندي اخر سؤال قلت بخليه اخر شيء عشان الوقت، لكن يبدو ان الوقت انتهى. كنت بسال راكان عقب الخناق بعطيه اخر قنبله قبل نختم. اعطينا دقيقه تالي. جاهز للخناق؟ جاهز. كنت بسالك عن ان التحالف الوطني والمنبر الوطني انه يقال بانهم معارضه ناعمه، بماذا ترد على ذلك؟ لكن ما عندنا وقت. اذا تبي تاخذها بدقيقه ونص دقيقتين راكان. تعطيني تالي دقيقه انا بس. يلا تفضل. المعارضه الليبراليه، التيار التحالف والمنبر الديمقراطي ينظر اليهما بانهما معارضه ناعمه، بماذا ترد على هذا المصطلح؟ غير صحيح. الدليل؟ والدليل ان التحالف والمنبر من اول من صعدوا بالكويت هم اول من نزل لساحه الاراده هم ما كانوا معارضه ناعمه، ولا راح يكونوا معارضه ناعمه، لكن هم ضد كل ما يتعدى على الدستور. العمليه ما لها علاقه في المعارضه. احنا مسطرتنا الدستور، مو بالضروره نكون معارضه، مو بالضروره. حلفائنا في حقوق المراه السياسيه مختلفين عن حلفائنا في الدوائر. جميل. فمو بالضروره انك انت تحرص انك انت تكون معارضه. في بعض الاحيان تكون اقليه وتكون معارض، والانتخابات اللي بعدها تحضر مقاعد اكبر وتتصرف مسؤوليه اكبر. جميل. اذا ترفض هذا المصطلح المعارضه الناعمه. محمد جوهر حياه. انا بس يعني ودي اختم بشغله واحده. انا اليوم استغرب من كم المرشحين يرشحوا الانتخابات، وهذا لا، رد لي على الجزئيه هذه قبل لا تروح بالدقيقه. الجزئيه هذا لا هو انت معارضه ناعمه او لا هو مش معارضه ناعمه. يعني المعارضه الصلبه مو شرط انها تكون مثلا في تجمعات او تكون مثلا في لهجه قويه، مو هذه المعارضه. المعارضه بالنهايه تاتي ضمن المواقف اللي يتخذها التيار الوطني. جميل. التيار الوطني لا يعني مواقف مشهوده وارجع للتاريخ، وبالنهايه النتيجه هي واحده. جميل. انا اللي اقصده اليوم يعني لا تبنى الاوطان بمرشحين اول ما يسالون السؤال يقول له انت ليش مرشح؟ يقول انا مرشح ابي السمع والطاعه لسمو الامير. هذا مو رقيب. الامير يمارس صلاحياته في وزراء، هذا نص دستور عندك يقول لك فانت راح تراقب على الوزراء، ما يصير تقول لهم السمع والطاعه، لانهم يمثلون الامير تقول له السمع والطاعه. نعم السمع والطاعه في ظل القانون، لان اي سمع والطاعه بدون في ظل القانون ما يعتبر ترى هذا مفتاح لدوله التفرد والسلطه. هذا واحد. اثنين، احنا مشكلتنا بالكويت شنو محمد؟ الكل يقول سوء الاختيار من قبل الشعب، والشعب ليس صحيح. الشعب لا، سوء اختيار ويختار على اساس قبليه وطائفيه، وكل التوجهات السياسيه تعمل بهذا الجانب، وهذا امر خطا. ولكن ايضا نبي رئيس وزراء قادر على اداره الدوله، نبي وزراء رجل سياسي يعمل يبتكر يقدم مشروع بقانون، ليس رئيس وزراء يتخذ الاوامر حاضر عمي ويروح. احنا ترى الدوله الوحيده اللي مو مشكلتها مشكله ماليه،
كل دول العالم، امريكا، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، اليونان، كلها مشاكل ماليه لعدم توافر امور ماليه لتطور بلاد، الا الكويت عندنا فلوس وعندنا مشاكل. يمكن هي المشكله الفلوس. شكرا لضيفي الكريمين محمد جوهر حياه الناشط او الكاتب والاعلامي، وراكان نصف اللي استمتعت اليوم معه بالخناق عضو التحالف الوطني الديمقراطي، وشكرا لكم انتم ايضا. ونبه ايضا وذكر في جمله الدوله البوليسيه، اذا الكويت دوله بوليسيه او لا، واضع امامكم اسم محمد غزاي الميموني لتسترجعوا الذاكره. التقيكم ان شاء الله غدا، والضيف مسلم البراك، في امان الله.